اليوم التاني من التمارين، يوم البول بارت 1. هنقرب من البار زي ما احنا شايفين كده على مستوى كتفنا. هنبدأ نمسك بالقبضة بتاعتنا، هيكون هو زي العلامة اللي على البار بالظبط. هنبدأ ننزل بالكيرف اللي في الظهر ده علشان بيحافظ على اسفل الظهر عشان ما يحصلناش اصابات. نسحب بالكوع يعدي الظهر وخلاص على كده. بنمسك القبضة الضيقة اللي عندنا ايا كان نوعها. هقعد تبقى القبضة والحبل بالظبط فوق راسي. ابدأ اسحب على صدري بنفس الشكل، ارجع لورا شوية، انزل على صدري هنا وارجع، وكوعي برضو ما يتفردش للاخر. بستريتش عضلة اللات بتاعتي لما بطلع، ولما بنزل بعمل لها سكويز، احاول اثبت تحت شوية وهكذا. هقعد على الدكة اللي عندي وابدأ اريح دراعي بنفس الشكل كده، بحيث ان انا اشوف ان هو ياخد المدى الحركي من غير ما اثر على كتفي ولا اثر على اي حاجة تاني. مريح دراعي عادي خالص، وهبدأ امسك البار والعب. مش عايز اكون مدلدل جسمي كده، عايز اكون ثابت وقاعد ودراعي مرتاح. وهبدأ امسك البار من المنطقة الضيقة وابدأ العب، افرد دراعي يعمل الاسترتش للنهاية، واطلع افرد واطلع. وطبعا زي ما قلنا كوعك ما يتفردش للاخر. وقفه عاديه خالص وثابته. هبدا امسك الحبل واطلع بنفس الشكل وانزل، كوعي جنب جسمي، صدري مفرود، مفيش حاجه بعيده عن حاجه، يعني ولا كوعي مرمي لقدام ولا مرمي لورا ولا الكلام ده. كوعي جنب جسمي وابدا العب وانا مستقيم علشان المدى الحركي يجي صح. ببدا اقعد على الدكه واخلي وسطي لورا وصدري مرمي لقدام علشان اخد المدى الحركي لخلفيات الكتف بتاعتي. ابدا امسك الجهاز بنفس الشكل وهبدا العب. دراعي بيوصل لحد ظهري وخلاص على كده، ما بيعديش ظهري كده، غلط. انا لازم اوصل لحد كتفي وبس. ببدا امسك الحبل بنفس الشكل، اسحبه على دقني كده بالظبط، اسحب واحاول اثبت ورا شويه وارجع. انا بسحب علشان اثر على الكتف الخلفي اللي انا بشاور عليه ده، بسحب بنفس المدى علشان اثر على الكتف الخلفي.